نهار كانت عجباني حريتي وعجبني راسي وما ناويش نتزوج وندير شي عراسين مالي للدار. كنت في حرب بيني وبينهم واللي طلعت ليهم في راسهم هو باغي يشوفوا ولادي وانا ما مسوقش لهادشي. هنا كنت فوق ضحيه لواحد الخطه ديالهم بجوج، وكنت يا اما غنخسر يا اما غنربح فيها، وهذا الشيء اللي غادي تعرفوه ان شاء الله في قصتنا ديال اليوم. يلا بدينا. نهار العرس كلشي كان ناشط وكلشي ضحك وفرحان، ها اللي كيشطح وها اللي كيبارك، وكل هو فاش لاهي راسه. الا انا قلبي مقبوط عليا ومزير، وما كرهتش نوض ونهرب ونخلي كلشي ورايا. ما بغيتش هاد العرس، ما بغيتش هاد اللصقه اللي جالسه حدايا. كنت ناوي نديرها ونخرج، ولكن تفكرت كلمه الوالد والوالده اللي قالوا لي السخط هالرضا. انا اللي مولف كندير غير اللي قال لي راسي، واليوم هو اول مره كندير شي حاجه بزز مني. الناس كانوا ناشطين وفرحانين وانا ما حاملش راسي. وهنا غيجي الوقت اللي خصنا نقطعوا الحلوى ونفرتكوا الجوق. جات النكافه خدات لي يدي وحطاتها فوق يدها باش نقطعوا الحلوى حنا بجوجو ونذوقوا منها الناس الحاضرين. وانا في خاطري كنقول اوف على يدها عندها كي دايره حرشه بحال يد البنايه، ويدها صغيره عباد الله. والهبال هذا مزوجيني بروشه هاربه من المدرسه. تفو امتى غيسالي هاد الولد الكحل؟ امتى غتسالي هاد المصيبه ونشوف واش هاد اللصقه تبقى تضحك؟ اما هي كانت فرحانه وناشطه، واخا مر عرفتني ولا هضرات معايا من قبل، ولكن كل شيء كان كيشكرني ليها، وكل شيء كيقول ليها باللي غادا تعيش معايا في النعيم. المهم سال العرس ومشينا ندوزو اول ليله في الوطيل، وكانت هذه اول مره غنشوفوا بعضياتنا. لحقاش هي كتحشمو وانا ما حاملش نشوف فيها. كانت كتبان ليا بحال شي لصقه وخاصني نحيدها باش ما كان، ولكن هي كانت في عالم اخر. عجبوها الديكورات والمنظر اللي كتطل عليه الغرفه اللي خدينا في الوطيل. بقات كتمنظر وتحلم حتى فيقتها بكلمه واحده: عايشه اجي بغيت نهضر معاك وسمعيني مزيان. جات عندي حطيت يدي على كتفها وقلت ليها: يمكن كتقولي مع راسك علاش عمري هضرت معاك من قبل، وعلاش ما كنجيش نزورك، وعلاش ما كنهضروش بحال كاع الناس المخطوبين. المهم انا دابا غنجاوبك على كل شيء. سمعيني يا بنت الناس، ان هذا الزواج جبروني عليه موالين الدار، الوالد والوالده خيروني بين السخط والرضا. ما كان عندي حتى حل من غير انني نقبل نتزوجك، واخا ما كنحس بوالو من جهتك وقلبي مع مراه واحده اخرى. ولكن واخا هذا الشيء انت غتعيشي معايا معززه مكرمه، والخير اللي خليتيه في دار باك غتلقاي عندي ان شاء الله وكثر كاع. ولكن غنعيشوا بحال الخوت، ويمكن لك تعتبريني ما كاينش في حياتك كاع. تنشوفوا شي حل هاد الحريره. كانت كتسمع ليا ومصدومه، حسيت بها غوتات وعيرات وسبات تعيات، ولكن في خاطرها ما قادره تقول لي حتى كلمه. خرجت وخليتها. حاجه خايبه ياك، حاجه خايبه تكون كتبني في الاحلام ديالك وفي الاخر كلشي يريب فوق راسك. ولا الانسان اللي كنتي كتقول عمره يغدرك ولا يطيح من قيمتك يكون هو اول واحد يضربك في دارك ياك. ولكن اش غندير؟ جيتها صريح، ما نقدرش نبني معها شي حاجه الساس ديالها عامر كذوب. بقات كتبكي على الزهر الزين اللي عندها. العرسان كيدوزو شهر العسل وحنا بدينا بهذا الشيء. صباح الصباح علينا وكل واحد ساد عليه في بيته. كانت قادره تشوف فيا من بعد الجرح اللي تسببت ليها فيه بكلامي. اما انا السجاواد ما كنتش مسوق، بحال راه حيد تهم كبير عليا كان فوق الكتاف ديالي. المهم جابوا لينا الفطور، فطرنا وخرجت ندور مع راسي. اما هي خليتها في الوطيل. دازت سيمانه عندي كالبرد حيت غداخل الخارج. اما هي حبسات راسها في البيت ما كتخرجش، واخا كنبغي نحاول نخرجها معايا مره ولكن ما كتبغيش، حيت كلامي حطمها في النهار اللي خاص يكون الفرح ديالها. انا كنكون ناشط وهي عاطيه غير البكا والنوح. كملنا ديك السيمانه، جمعنا حوايجنا ورجعنا في حالاتنا لسلا. الدار ديالنا كبيره وكانت مفرشه. المهم دخلنا حطينا حوايجنا وانا دخلت نيشان للبيت ديالي وهي خليتها في الصالون. المهم ما عرفتش شنو دارت. بيد ما جيت انا ونوريها فين غتبقى تبات. ما دخلت لبيتي وانا نتك على السرير ديالي وقلت الحمد لله على راحه الله. ما كاين ما احسن من الدار نبدل عليا ونمشي نشوف الحبيبه ديالي ونصاروا انا وياها شويه. اياي ديك اللصقه نسيتها ما عرفتها فين مشات.
لا تكون تجلات ولا شي حاجه، عارفه مكلخه شويه. وامي متي فين مشيت كنقلب عليها ما لقيتهاش، بديت كنعيط ليها، وعايشه هو اللصق هو الزمر هو بنادم هو البشر وفينك. وانا كنعيط ليها حتى كيبان لي شي واحد ناعس في الصالون. مشيت لقيتها ناعسه، كنت ناوي نفيقها ونغوت عليها، ولكن ما حسيت براسي حتى طرت لبيتي وجبت ليها رغطه وغطيتها. كانت ناعسه بحال شي بنت صغيره وشعرها مغطي النص في وجهها. بقيت كنشوف فيها تصون ليا التليفون، والاول مره غنقطع على خديجه الخط. ما كنتش باغي مازال نخرج، كنت باغي غير نبقى نتامل في هاد البنت اللي باينه فيها كانت كتبكي. كانوا الملامح ديالها غزالين، واول مره كنرد ليها البال. من قبل تشوفها ما كنتش كنحمل نشوف فيها. غطيتها مزيان وكاليتها بالمخاد، خفت عليها لا تطيح. رجعت لبيتي بدلت حوايجي وكتبت ميساج لخديجه، اعتذرت منها وقلت لها ما نقدرش نجي حيت راني مريض ما فيها اللي يخرج، وتا هي ما سولاتني ما والو. صبحت الصباح فقت مغوبش مولا في الكامل في الدار، ولكن اليوم فقت على الصداع وريحه الطياب اللي خارجه من الكوزينه. عايشه كانت كتوجد في الفطور، الطابله كانت عامره بحال العرض على العائله كلها، ماشي غير فطور جوج الناس. قلت ليها واش كتسني شي حد؟ جاوبتني قلت ليها شكون بالسلامه؟ وهي تجاوبني قالت لي العائله ديالنا جايين يفطروا معنا ويقولوا لنا على السلامه فاش رجعنا من السفر. وحاجه اخرى قدامهم خصنا نتعاملوا مع بعضياتنا بحال حتى حاجه ما كاينه، وبحال إلا حنا مزوجين بصح، من مصلحتنا ما يشكوا في والو. كانت كتهضر وعاطيني بظهرها في نفس الوقت كطيب وما حاملاش تشوف فيا ولا تلاقاو عينيا بعينيها. اما انا ما كان عاجبني حال فاش كتهضر وكتعطي في الاوامر. وقلت ليها وي عندك الحق، ماشي من مصلحتني نشكوا في شي حاجه، ونيت انا مازال ما مستعدش باش نقول لهم كنبغي بنت اخرى وناوي نتزوجها. مازال ما كملتش كلامي حتى كنسمع الدقان والزغاريت في الباب. هي طارت لبيتي وجرات معها الشنطه ديالها وبدلات حوايجها ولبسات القفطان وتزينات وتلقات شعرها. جات غزاله مع الشعر الطويل وهي طويله، هذاك الشيء مانتك ولات كتبان غزاله بزايد. كانوا هما كيهضروا في الصالون وانا مشغول بالهضره مع نسيبي والوالد ديالي. شويه بداو العيالات كيزغرتوا ويصليو على النبي. فاش درت نشوف سبب هاد التزغريت وهاد الصلاه على النبي حتى كانت تصطام فيها في الدخله باش داخله من داخله الصينيه ديال اتاي وكانت كتحمق بالزين والشعر الطويل المطلوق وحنيكاتها حمرين بالحشمه. بقيت كنشوف ومصدوم فيها، لقيتها حال فمه حتى كيغمزني الوالد. اجمع فمك السي جواد، راك حشمتي لينا البنت، سنانا غير تنمشيو بعدا. كلشي بقى كيضحك عليا في ديك الوقت. اما هي ابتسمت وقالت لي بواحد الصوت اول مره كنسمعو، جواد اش كفاتها. كان صوتها حنين وحتى عينيها والشوفه اللي كتشوف فيا حنينه. وليت كنكباتي بالعقل وكلشي ردني اضحوك. المهم دوزنا النهار مجموعين والعائله تعاونوا عائشه على الروينه، والوالده ديالي بقات كتوصي فيها وتعاود ديري كذا وما ديريش كذا وفعلي كذا وما تفعليش كذا، وهي كتقول واخا ما يكون غير خاطرك خالتي. وهي مع راسها باين كتقول كون تعرف ولدك شنو دار نهار عرسنا كون هبطتي عليه بداك الشربي اللي لابس. مشاو مالي الدار وهي تجي عندي، قالت لي المهم انا خديت البيت الاخر فين غنعس، تصبح على خير. قلت لها الدار دارك ديري اللي عجبك فيها ونعسي فين ما بغيتي، المهم دابا تصبحي على خير. مور هاد النهار بقاو ايام الله كيدوزو والعلاقه بيناتنا هي بارده ملي كنكونوا مع بعضياتنا. في ديك الشهرين الاولى حاولت عائشه دير ما في جهدها باش تغيرني ونولي نبغيها. كانت كل ليله كتوجد العشاء والشلايط وكتسناني تنجي باش نتعشاو مجموعين، وكل ليله كتبات بالعشاء حيت انا كل ليله معشي مع لاله خديجه. وفاش كنرجع كنلقاها ناعسه فوق الطابله هي والعشاء كيتسناوني. كنبقى نضحك وكندخل الناس ديما على هاد الحال. تداز شهرين ونص ولفت تلقاها كتسناني واخا ناعسه، المهم كتسناني مطيبه دوك الشهوات على وديتي. ولي كنزرب غا باش نرجعو للدار باش غير نشوفها وهي ناعسه ونبقى نتامل فيها بكل حريه وبلا ما تحصلنا. شهرين ونص على هاد الحاله. واحد النهار دخلت ما كنلقى لا عائشه لا عشا، الدار مظلمه. اي فين مشات هاد عائشه؟ واش نبقى بلا عشا دابا ولا شنو؟ مشيت كنقلب عليها، هذا عجوع وميدير، اما انا كاع ما نديها فيها لا هي لا عشاها. قلب الدار كامله بقى ليا غير بيتها. مشيت حليته بشويه حتى كنلقاها ديال ديك الناس العجيبه ديالها. قلت مع راسي فلتي منها، اما اليوم ندوشت لك على العيش.
انا تخليني بالعشاء واخا ترغدا ونتحاسب. مع 7 الصباح خارجه كتكسل ليا وبشويه عليها، مع الحله ديال الباب مع كتلقى راسها فازكه بالما وانا مكرشخ عليها بالضحك. مره اخرى تعلمت بقيت تخليني بالعشاء. الصراحه جمعك نيولوك، انا ميت بالضحك وهي كتخنزر فيا، تسناتني تكمل الضحك وما عرفت منين جاتها الجرأة تجمعت انايا بواحد التصرفيقه الميموار ديال عقلي حسيت بها تفلاشات. بغيت تقول لي هاد الضحك الباسل ديالك ما تبقاش ديرو مع لالك خديجه، وانا ماشي خدامه عندي باش نطيب لك ونقابل لك غير انت، وانا هنا تنشوف كيفاش نفكوا هاد الحيله كما قلت. انا اللي ما عمر شي ولد المرء قدر يضربني، ضربتني مراتي وماشي تا مراتي ضربتني اللصقه، بقيت كنضرب فيها حتى خويت الغضب ديالي كامل، سبيتها وعايرتها وما خليت فيها غير اللي نسيت. ضربت الباب وخرجت وخليتها كتبكي. انا برهوشه ديال 22 عام ضربني. لا هادشي مزيان تبارك الله داكشي اللي بقى. كنت سايق بسرعه كبيره عصباتني وفقصتني، ولكن واخا هكا بقات فيا حيت عمري ضربت شي بنت. بقيت غادي ونجي في الهضره مع راسي تصون التليفون. خديجه الو فينك واش ما جايش؟ لا ما جايش. ويقول لي اوكي حبيبي لا ما كنتش غادي صيفط لي الفلوس اللي قلت لك راه ضروري خصني نتقدر شي حاجه. اوكي حبيبي. قطعت وخلاتني كنشوف، ما خلات لي حتى فين نكمل هضرتي ونشكي عليها. داكشي اللي كان خاصني كملاتو اللي هي اللي كيهمها هما فلوسي، اما انا غير دمدم وطيحاتو، وانا اللي كنت والدي غنخسرهم على وديتها. فاستريت من شغلتي وجا وقيت الغداء، رجعت للدار دخلت على قبله كنلقى عائشه في بيتها وكدندن. مشيت لحد الباب بشويه باش ما تحسش بيا راني رجعت، بغيت نسمع اش كتقول. حطيت ودني على الباب وكنسمعها كتقول يا ناري انا اش درت. هو جا يضحك معايا وانا هجرته ليه، ولكن حتى هو زاد فيه سطلت الماء بارد ورا الصباح وحماق هذا، ولكن انا زدت فيه هو قدو قداش وما احترمتوش وصرفقته. سير جواد الله يعطيك دقه، خليتك تافه وضلوعك يزدحو مزوقين. سير جواد بغيت دوك اليدين يتهرسوا ما تلقى باش تاكل لهاد الحاله اللي درتي فيا. يخ على بشر. ما جات تكمل ديك البشر حتى لقاتني واقف قدامها كنشوف فيها وكنخنزر. شدات الخلعه مع التلفه مشات كتجري وهي تدخل لبيتي وسدات عليها بالسالو، ولكن انا عندي الضوء بالتساوج. فتحت عليها حتى بانت لي بدات كتخفف باينه. قالت مع راسها اليوم غيكمل لي داكشي اللي خلى فيا قبيله. بدات كتطلب فيا وتزاوب وتقول لي عافاك اسمح لي خليني نخرج، والله ما نقولها لشي حتى هادشي اللي وقع. بقيت كنضحك قلت لها يا ودي غير سكتيني، وانا نمشي للبلاكار وجبت ديك الصناديق الصغيره اللي كندير فيها الدوايات وكنخبي فيها اي حاجه كنحتاجها، وبديت كنداوي ليها دوك الضربات اللي كنت انا سبابهم وهي كتقفاه بالخلع. يسحب لي غنعاود نسلخها مره اخرى. واحد شويه كنشوف في الوقت كنلقى ما بقى والو على باش يسالي وقت الاستراحه، حيت كنبدا الخدمه مع 10 وكنساليها حتى 6. هاد وقت الاستراحه اللي كنت مولف كنعس فيها بقيت فيها بلا نعاس بسبب هاد المصيبه. رجعت للخدمه وخليتها هي في الدار حيت كان عندي اجتماع مع واحد الشركه. مشيت لخدمتي هي الاولى وعاد مشيت للمطعم اللي غادي نديرو فيه الاجتماع انا والشركه الاخرى. وحنا في الاجتماع حتى كنسمع بحال الضحكه ديالها. قدرت نشوف واش هي ولا ماشي هي، ولكن كنلقاها هي وهي مكيناش في هاد العالم، جالسه كتكركر وكتضحك مع الجماعه ديالها. شويه سالا وناضوا خلصوا وخرجوا، وانا بقيت كنسول في راسي شنو كدير هادي هنا، وشكون هذاك اللي كانت كتضحك معاه، وعلاش لابسه دوك حوايج الخدمه. من بعد هاد التساؤلات كاملين قلت مع راسي ماشي سوقي حياتها هذيك، حنا غير اصدقاء وهي دير اللي بغات ما سوقيش فيها. واخا هكاك راسي ما هنانيش، دوزت داك الاجتماع غير بزز. سالينا ورجعت للدار وداير في بالي غير نوصل نسولها وحاصل تحقيق كيتسنى هاد الليله. تعطلت شويه بزاف على الايامات الاخرى وهي تعيط ليا الو جواد فينك واش ما غاديش تجي؟ جاوبتها لا ما جايش وما تسنينيش، وقبل ما تقطع سمعتها كتقول علاه لا تجي. وفاش جيت للدار مع شي 4 الصباح لقيتها ناعسه بلا غطا بلا والو. بقات فيا في الصراحه غطيتها ومشيت نرتاح شويه، ولكن ما جانيش النعاس. من بعد نط صايبت واحد البراد ديال لويزا وحطيت ليها كاس حدا راسها. بقيت جالس حدا وكنتامل في ديك النعسه البريئه اللي دايره. وفاش حلات عينيها لقات راسها مغطيه وكاس لويزا حداها وتانا جالس حداها. قلت ليها
صباح الخير ما حلات عينيها، وهي تشوف في الكاس و بقات كتشوف ما عرفتش ما دير. خافت ربما يكون داير فيه شي حاجه، جا داكشي بشكل. قلت لها ما تخافيش، داك الكاس الويزه ما داير لك فيه والو، انا اصلا ما كيعجبونيش البنات اللي بحالك، وداك الشعر الطويل ديالك ما كيغرينيش. انا جاي غير نسولك فين كنتي البارح. قلت لي كنت خارجه. قلت لها وفين كنتي خارجه؟ شافت فيا وقالت لي قلت كل واحد يعيش حياته وتا واحد ما يدخل في حياه الاخر. انا كنعيش حياتي وماشي مضطر نقول لك شنو كندير ولا فين كنت. قلت لي ياك لالا انت تحل لك الفم وتسرح لك اللسان، وزدحت الباب وخرجت. اما هي عجبها الحال وبقات كتضحك حيت حسات بيا كنهتم بها، وتقدر يمكن تا مع راسها يسحب ليها وليت كنبغيها. مشيت للخدمه ديالي بلا ما نعس حتى دقيقه، وما رجعت حتى للعشاء. دخلت للدار لقيتها بالكوزينه عاطيني الدار ديالها ولابسه بيجامه قصيره وطالقه شعرها اللي غطى ظهرها كامل. بقيت حال عينيا وكنشوف واش بصح نيت هذه عايشه لقدام ولا بدلوها ليا. كانت زوينه وكل شيء فيها كيحمق. انا بقيت غير ضعيف وخصوصا داك مولاي الشعر المطلوب، وهي كانت حاسه بيا ولكن دارتها بالعاني. واحد شويه دارت وشافت فيا. قلتي البنات اللي بحالي ما كيعجبوكش، يلا جمع عينيك راك كليتيني السي جواد. تما تلفت ما عرفت ما نقول. قلت ليها انا لا غير هو انا تما تلفت الكلمات تحبسوا وما بقيت عارف ما نقول، ولكن اعتقدت الموقف وقلت ليها حطينا داك العشاء خلاص راني ميت بالجوع. ومشيت هربت للصالون وخليتها كتموت عليا بالضحك. مشيت تكيت وبقيت نفكر وكنتامل. واحد شويه نقول الله الله غدا الحد وما عندنا حد، غنصبح ناعس مع راساتي. بقيت نتكي في بلاصتي كنتكسل وكنضحك على راسي. ملي تفكرت شنو درت بقيت كنضحك على راسي، خصوصا فاش الصلاه ملي كنتامل فيها. والواعره هي التلفه اللي شدتني فاش عشينا وسالينا. مشيت باش نغسل يديا في الكوزينه حتى لقيت راسي داخل البيت. زعما هادشي كامل دارتو فيا بسبب ديك البيجامه وداك الشعر المطلوق. ما بقيتش حامل راسي خصوصا فاش حصلاتني. دابا غتقول مع راسها هذا غير مزعوط فيا. تشوف دابا انا غنبغي ديك البالوكه ما يمكنش امبوسي. انا كنبغي ديك خديجه ما يمكنش نبغي هاد اللصقه. ولكن فين هي ديك خديجه؟ من نهار ما بقيتش كنصيفط ليها الفلوس قلبات عليا. وانا نقول مع راسي ود كاع عاد استجاوب، وكانت كتبغيني كاع ما تخلى عليا. وهي من نهار قلت ليها ما بقات لا خدمه ما بقات الطوموبيله ما بقات لا دار لا فلوس، تخلات عليا وخلاتني الله كريم. بانت على حقيقتها. تما بديت كندي وكنجي في الهضره مع راسي، ولكن فطنت بها من نهار تزوجت. هي بغات غير دي مني علاش مقدره في الفلوس وتكركبني، ولكن فطرت بها قبل ما تغدى بيا. وتا العلاقه بيني وبين هاد اللصقه مره مزيانه مره العكس، مفاهمين مره ومناقرين 20 مره. ولات كدوز وقتها خارج الدار بزاف وبلا خباري، وبالخصوص فاش عرفت بلي كدوز النهار كامل خارج الدار. هادشي بزاف. فين كتمشي هادي نهار كامل وبلا ما تقول ليا حتى حاجه؟ واش شنو زعما ما عليها احكام؟ ولكن الخطا ديالي انا اللي قلت ليها حنا غير اصدقاء وكل واحد يدير ما بغا ويعيش حياته كيف بغا. تلفت ما بقيت عارف شنو ندير، ولكن قررت هاد الرمه اليوم غنفرقعها. مازال كندوي مع راسي حتى دخلت للدار عيانه ومهلوكه، داكشي باين عليها. خسرت عليا السلام ومشات تنعس. وديك الساعه نط تبعتها لبيتها وسولتها فين كنتي. جاوبتني وانت مالك وشكون انت اصلا باش يكون عندك الحق تسولني فين كنت. قبل ما تكمل كلامها ما عقلت على راسي حتى شديتها من يديها وبديت كنغوت عليها. فين كنتي ومع من كنتي؟ ما تعصبينيش وقول لي فين كنتي. وديك الساعه هي تفكرات النهار اللي قالت ليها الوالده بلي فاش كنتعصب ما كنعقل على حد، وهي تجاوبني وكتبكي. كنت خارجه قنط في الدار غير بوحديتي وبدات كتبكي بحال شي بنت صغيره. تما كنعنقتها وبديت كنسكت فيها. صافي سكتي 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 الحبقه سكتي. سمحي لي يا حبيبه ما قصدتش نغوت عليك. خاصك تفهم بلي انا غوت عليك حيت كنت خايف عليك، كنت خايف عليك بزاف. صافي يلاه سكتي بركه بركه. هاد الدموع ديالك ما بغيتش نبقى نشوف، ما بغيت نبقى نشوفهم كينزلوا مازال. وانا مازال كنحزر فيها حتى كنسمعها كتشخر ليا في صدري. ناري الهبيله نعسات. ما حسيت براسي حتى بديت كنقول ليها كنبغيك البالوكه ديالي وكنموت عليك. اخيرا
اخيرا قلت الكلمه اللي كانت معذباني شحال. قلتها واخا انت ما كتسمعينيش، قلتها واخا انت ما سمعتيهاش مني. المهم هو كنبغيك وغنقولها وغنعاود نقولها، غنعاود نقول لك كنبغيك الحبيبه ديالي. ديك الساعه كنت طاير بالفرحه، في الوقت اللي هي في حلمتها السابه وما حاسه بوالو. دخلتها لبيت، حطيتها في بلاصه وغطيتها وبقيت جالس كنتامل فيها حتى داني النعاس حداها. الصباح فقط قبل مني لقاتني حداها، فيقاتني كتقول لي انت اش كدير هنا، وشكون سمح لك تدخل لبيتي؟ جاوبتها بلي هذه داري وانت مراتي مالك مخلوع وكتقفق في غير بوحدك. جاوبتني بلي ما عندكش الحق تدخل لبيتي وحنا غير اصدقاء. واش نسيتي؟ كانت كتهضر وكتخانسم في نفس الوقت، كتحاول تغطي راسها من ديك النظره ديالي، ولا ميت عليها بالضحك. والهبيله وراك لابسه حوايجك مالك كتخبي مني، ما غناكلكش والنيت راه ما كيعجبونيش البنات اللي بحالك، انت اصلا غير سريديله ما فيك ما يتعجب، وزيدها بالثقه بالنفس من الفوق. نوضي تفري نوضي. جاوبتني سريديله وعندي المعجبين ماشي بحالك بوراس، والفطور خليته لك ما فياش الجوع. عندك المعجبين السريديله، وهذا ما يكون غاشي كلب كيعوم في الكشكوشه وشافك. زيدي تفطري زيدي الزمره. قالت لي ما فياش الجوع، ودابا خرج من بيتي بغيت نبدل حوايجي نمشي للخدمه، بغيت نقول له دايره ما صاحبتش ندوز معاه النهار كامل. قلت لها واخا لالا ها هو خرجت وزديت الباب وكنت عايق باللي هي مخبيه عليا شي حاجه. ودابا تاكدت 2 مرات تلفات في الهضره وما كملاتش كلامها. كنت مازال كنخمم حتى خرجت من بيتها مبدله وغاديه خارجه بالزربه. كانت لابسه كسوه بيضاء وطويله وصبيبيط كحل وفولار بحال لون الصباط. واخا كانت لابسه لبسه بسيطه ولكن خلاتني حال فمي فيها عاوتاني. قلت لها اش هاد الحاله، راك مرات راجل زعما؟ قلت لي اش من حاله، لابسه مستوره الحمد لله ياك لاباس. قلت لها داك الزواق اللي دايره في كمارتك مسحيه، الفطور ما بغيتيش تفطري له يوكلوا لك، ولكن تخرجي بهاد الحاله سمحي لي ما يمكنش. وتقول لي ما فيا اللي يهضر فهاد الحماق دابا من بعد اوكي راني مزروبه وتعطلت على البنت، ولكن حبستها ما خليتهاش تخرج. قلت لها ما تخرجي حتى تمسحي داك الزمر، واش انت مستطيع تخرجي مزوقه بحال هكا؟ واش ما عليك حكام؟ قلت لي اوف جواد خليني عافاك بعد من طريقي راني معطله. بقات كطلب وتزاوق فيا، وملي عرفت راسي قاصح جبدات كلينكس ومسحات داك الزبل. قلت لها هكا دابا مزيان ما بيكش سريديله، دابا تقدري تخرجي ولكن ما تعطليش. خرجت بالزربه قبل ما نرجع في كلامي، وقبل ما تخرج وتسد الباب قالت لي بسلامه ابو راس، وداك الزواق انا هزيته معايا في الصاك وهي تسد الباب وهربات. ما جيت فين نوصل عليها تلقيتها طارت. ما عرفت ديك الساعه واش نضحك ولا نبكي. المهم وجدت انا راسي وخرجت لخدمتي. اليوم عندنا اجتماع مع واحد الشركه اخرى اللي كتنافسنا في السوق. وصلت للشركه ديالي، جمعت الوفد ديالي ومشينا للشركه الاخرى. ما وصلوا الاعضاء رحب بهم السي حمزه صاحب الشركه المنافسه. اهلا وسهلا برجال الاعمال، فرصه سعيده ليا والناس اللي معايا، ولكن كيبان لي ناقصكم شي واحد. داك الواحد كان هو انا، ولكن ماشي بزاف حتى وصلت عليهم. مع وصلت سمعتهم كيقول لهم هذا الكلام. قلت لي ما تخافش السي حمزه، انا هو مول الاتفاقيه، ما تخافش انني نخوى بيك. السي حمزه بدا يضحك، خويا عندك الحق تفضلوا دخلوا مرحبا بكم وبمول الاتفاقيه، وكيضحك. دخلنا وصرحنا عينينا في الشركه وعجبنا التنظيم والديكورات وحتى الموظفين بديك الكفاءه والروح اللي كيخدموا بها. تبارك الله عليكم، هادشي غزال ومنظم، وبلا شك شي منظم معروف اللي كينظم المؤتمرات هو اللي نظم لكم هادشي. نقص السي حمزه وقال لي لا هذا غير واحد الفريق من الموظفين تبارك الله عليهم، وخاصه المديره ديالهم من بعد التوقيع ديال الاتفاقيه نعرفكم عليهم ان شاء الله. صافي وكملنا طريقنا عادي وحنا كنتسركلوا في الشركه وكنديروا جوله في الشركه. صراحه عجبنا داك الشيء وخلاتنا من باري من التنظيم والدقه اللي عند حمزه والناس اللي معاه. صافي وقعنا الاتفاقيه وجا الوقت فين نتعرفوا على داك الناس اللي خدامين في الشركه واحد بواحد. واخيرا وصلت نوبه داك الفريق، هو يقول لنا السي حمزه انا كيف وعدتكم ها هي لاله عائشه والفريق ديالها المسؤولين على هذا التنظيم اللي عجبكم. الوفد ديالي عجبو الحال. واو هاد السيده تبارك الله عليك الانسه عائشه، هاد السي غزال
انت والفريق ديالك خليتينا نتاكدوا بلي اختيارنا كان في محله، هو يجي الدور ديالي. مدام عائشه تبارك الله عليك، وانا نتحنى ليها حدا ودنها وقلت ليها بصوت خافت صال الدار ونتفاهموا الانسه عائشه. ديك الساعه صافي كملات الحفله عادي، دارت زوينه وخا صدمه جمداتني وجمداتها، ولكن كملات خدمتها هي عادي. كانت خدامه وانا حاضي كاع التحركات ديالها ومصدوم من هادشي اللي طرا اليوم. كيفاش مراتي خدامه عند المنافس ديالي؟ واخا لاله عائشه في الدار ان شاء الله ونتفاهم. المنافس ديالي او خليني نقول العدو ديالي كل جرأة كيدوي معاه وقال ليها عائشه بارك عليك ارتاحي لك شويه، الحفله غدا وراكي حمرتي ليا وجهي. جاوباتو بوخا سي حمزه راني نمشي نجيب شي حاجه من البيرو ونرجع. هو يقول لها واخا لاله عائشه وما تعطليش عليا، كنت كنشوف فيها كتهضر وكتضحك مع العدو ديالي، كنت باغي نمشي نضربو ونبعدو عليها وما يعاود يقول لها حتى شي كلمه. هي ديالي انا بوحدي ما ديال حتى شي واحد من غيري. غير بانت لي غدا للبيرو ما عقلت على راسي حتى جمعت الوقفه وتبعتها للبيرو، وانا ندخل عليها وسديت الباب علينا وعيني عامرين غادا. غير شافتني دخلت وسديت الباب وهي تعطيها اللبكه والطليب والرغيب. وحق الله تا كنت ناوي نقول لك راه خدمت، والله ما كنت ناوي نخبيه لك، غير نسيت وانت عمرك سولتيني. واحد شويه ديك كاع داك الغضب اللي كان فيا مشى فاش شفت دموعها نازلين وبغيتها تبكي. ما حملتش راسي فاش شفت الخوف في عينيها. قربت ليها وهي كتبعد، انا كنقرب وهي كتبعد مني حتى لصقات مع الحيط. بقات كتمتم وكتقرا في الادعيه وبقات كتخبي في وجهها يصحاب ليها غدا تاكل شي قتله. ما عقلتش على راسي تلقيت راسي معنقها. صافي سكتي الهبيره راني ما غنضربكش، ولكن تمشيو للدار ونتفاهموا مزيان. صافي سكتي بركه من البكا، ما بغيتش نشوف دموعك مازال هابطين. مسحي دموعك ومسحي كماتك ديك الخنون المعسل اللي هابط. شوفي كعمرتي حوايجي وحوايجك. وهي من بعد ما تاكدت باللي فلتات من السلخه هزات عينيها وتكلمات. وهي تقول لي خلعتيني ملي كتشوف فيا دوك الشوفات يصحاب لي غادي يضربني وسط هاد الناس وبدات كتضحك. وانا نقول لها لا سريدي لا حتى للدار ان شاء الله عاد غادا تاكليها. وهي تنقص وباش من حقها السجاوات ياك حنا غير اصدقاء وكل واحد يعيش كيف بغا، ماشي من حقك تحط لي يدك ولا تدخل لي في حياتي. كانت كدوي وانا مبرد وكنسمع ليها، خليتها تسالات وفشات قلبها. وانا نقول لها كملتي ياك ايوا سمعيني انت مراتي ومن اليوم كنعيشوا على هذا الاساس. صبرت وتسنيتك تفهميه ولكن انت مكلخه وعمية وما كتشوفي والو. كملي دابا هاد السمر وعندك ساعه نلقاك في الدار، والا ما جيتيش ما تلومي غير راسك. خرجت وخليتها كتخمم وهي عارفه اني اللي درتها في راسي راني كنديرها. مشيت وخليتها تماك، وصلت للدار وبديت كنحسب ليها فلوس. ساعه نيشان كانت في الدار، سمعت الخطوات ديالها فاش كانت طالعه من الدروج. وصلت عند الباب وحبسات كاع ما دخلات، بقات شي قسمين قدام الباب. زعما راني فت الساعه اللي قلتي. من بعد ديك 10 دقائق دخلات وقالت لي السلام. قلت لها ما كاين لا سلام لا كلام، مسمعي لا انا ما عندي عيالات اللي يخدموا. من النهار الاول قلت لك ما يخصك معايا حتى خير، ومن غدا غتخرجي منها وتجلسي في دارك، سمعتي؟ قالت لي سمعت، ولكن خدمتي ما خارجاش منها، بغيتي ولا كرهتي ولا ما عجبك حال الحيط اللي بان لك مزيان زدح مع راسك. من نهار تزوجنا وانت اللي كتخطط ديري هادي ما ديريش هادي، نكونوا اصدقاء لا ما نكونوش، حنا مزوجين لا ما مزوجينش. عييت من هادشي ودابا باغيني نخرج ونجلس في الدار نقابلك انت وديك خديجه ديالك، هذه هي اللي عمرها تكون. قلت لها ديك الخدمه ما تحلميش بها مازال، والدار هي اللي غادي تجلسي فيها وما تدخلي وتخرجي الا بخباري. ويقول لي يا ودي عطيني اتساع بعد مني حياتي وانا حره فيها، وخدمتي هي اللي ما غاداش نتخلى عليها. وحمزه ما يخلينيش نخرج من الخدمه، على الاقل هو كيحترمني وكيفهمني ماشي بحالك معق. ما قدرتش نصبر ونتحكم في اعصابي ولا نصرفقها، نقدر نتحمل الاهانه ديالها وكل شيء الا تهضر على شي راجل اخر قدامي. تصدماتني وتصدمات ودني فاش قالت لي طلقني، ما بقيت باغا نكمل معاك ونكون مراتك. فاش قالت لي هاد الكلمه خلاتني مصدوم من راسي، خلاتني مصدوم من الطريقه اللي درت وكيفاش حتى ضربتها. ولكن الطلاق مستحيل نطلقها ونخليها لواحد اخر، هذه هي اللي ما تكونش. خرجت وضربت الباب الليل كامل وانا كندور الزنقه تقرب الفجر. مشيت دخلت للجامع توضيت وصليت ودعيت الله يريح بالي ورزقني بحبها.
مع صليت رجعت للدار ودخلت البيت لقيتها مكمشة وكتشاق وعينيها عامرين دموع وحوايجها عامرين خنونة، ولكن هي في حلمتها السابعة. بستها في بلاصة الضربة وعنقتها ونعست. فاش فاقت سمعتها كتقول مع انها ما غتمشيش للخدمة، وعطات لشي صاحبتها وقالت ليها بلي هي عيانة وما تقدرش تمشي، وانا وراها ما شافتنيش. شويه بدات كدوي غير مع راسها وكتبكي. داك الحمار ديما يدو سابقه مكلخ ومعقد بو البنات، ولكن انا اللي حمار كنبغي واحد بحالو. ما جات فين الدور حتى لقاتني كنشوف فيها وكنضحك. قلت لها كون عرفتيك غتقولي هاد كتبغيني كون صرفقت منكم من شحال هادي من النهار الاول. وهي تقول لي شكون اللي كيبغيك؟ انا ما قلت والو. اجي بعدا راه دوينا البارح وقلت لك بغيت تلاقي واليوم غنمشي لدارنا. ها طلاق؟ ارى والله لا حلمتي بيه ولا شديتيه بين يدي. راه البارح ما شعرتش فاش ضربتي، ولكن انت زدتي فيه. والطلاق حيديه من بالك، عارفك ما تقدريش تعيشي بلا بيا، عارفك كتموتي عليا، غير اعترفي يا سريدي. لا اعترفي اعترفي يلا قوليها بغيت نسمعها، قوليها. وحتى كنسمع واحد جواد غلايد. جواد كنهضر معاك بصح بغيت الطلاق انا ما كنبغيكش. قلت ليها نوضي وجه ديال الفطور الراجل، راني ميت بالجوع. ما كنتش عارف باللي لا اعترف لك شي واحد اللي كيبغيك كيجيك الجوع بحال اللي جاني دابا. عافاك بقيت تقوليها ديما، بقيت تقوليها كتبغيني باش يجيني الجوع ونبقى ناكل الشهوات اللي كتوجدي ليا بين يديك. خرجت وخليتها كتغدد بوحدها ومشيت ندوز. على بالي غنخرج نلقاه وجدات ليا الفطور باش نفطروا حنا بجوج. ندوز خرجت بدلت حوايجي مشيت للكوزينه ما لقيتهاش، دخلت البيت ما لقيتهاش، قلب الدار كامله ولكن والو. دارتها بيا وخرجت. واخا راسك قاصح. دابا نشوفوا شكون اللي راسو قاصح. هزيت طوموبيلتي وتبعت هاد الشركه من الخدامه، وانا غادي للبيرو ديالها حتى كنسمع صوتها وصوت حمزه كيدوي. بقيت حدا الباب كنسمع فاش كيدوي. سمعت من اللحظه اللي قال ليها فين مشيتي البارح وخليتيني. كنت ناوي نقول لك بزاف الحاجات وحتى دابا مازال الوقت فين نقولهم. قالت لي شنو كتقصد؟ ما فهمتش. واش درت شي غلط؟ قال ليها الغلط اللي درتيه هو خليتيني نبغيك من النهار الاول اللي دخلتي فيه لهاد الشركه. هضري مع داركم السيمانه الجايه نجيب والدي ونجي نخطب. كنسمع وانا كل غاده، ولكن بغيت نشوف جوابها هي كيفاش غيكون. ولكن هي غا ساكته وما دواتش. صبرت وبقيت كنسمع. واحد الوقيته ما قدرتش نصبر مازال. فتحت عليهم الباب ودخلت حتى كنلقاه شاد ليها في يديها. ما عقلتش حتى امتى ضربته وقلت ليه حيد يدك على يد المراه ديالي يا هاد الحمار. وبكل بروده كيقول لي كيفاش مراتي، واش انت هبيل؟ راها كتبغيني وانا كنبغيها. مني خرجها من فمو ما عقلتش حتى امتى ولا شاد فمو كيحسب في سنانه. قلت ليها عائشه مراتي وحنا مزوجين، ولا ما قالتهاش لك هي انا كنقولها لك ودابا نيت. بعد منها ولا المره الجايه غنقراو لك الفاتحه يا الشماته. شديتها هي من يديها وقلت ليها زيدي قدامي. وقلت ليه نزيدك، هذه راه مراتي وراها حامله وجات اليوم غير باش تقول لك باللي ما بقاتش غتخدم. وديك الساعه خرجنا حنا بجوج وركبنا في الطوموبيل ومشينا للدار، وتا واحد ما دوا مع الاخر، كل واحد داخل البيت وساد عليه. دازت يومين والجو كئيب في الدار، هي حدها بيتها وانا كنمشي للخدمه، ولكن كيبقى عقلي كامل معاها. النهار الثالث كنت ناوي نفتح صفحه جديد معاها، كنت متاكد انها كتبغيني، ولكن العصبيه ديالي كتخليها تنكر هاد الشيء وما تقول لي والو. فهاد النهار انا جلست خليت كونجي وما بغيتش نمشي للخدمه، وخليت النائب ديالي يتكلف كل شيء. بنته ما رجعت. دقيت عليها في بيتها وطلبت منها تخرج عندي. حلات عليا الباب قلت ليها واش دير راسك كنمشيو ندوزو سيمانه في دار الوالد وسيمانه في داركم، نبدلو شويه الجو، غدا نشدو الطريق مع الفجر. قالت لي ما بغيتش، ما فياش اللي السافر، بغيت نبقى هنا تنموت وتهنى مني. قلت لها اوكي على خاطرك، ولكن جمع حوايجك وجمع معاك حتى حوايجي نقدروا نتعطلوا تماك. قالت لي واش ما كتفهمش بنادم، انا ما بغيتش نسافر. بقيت مبرد عارفه مقلقه. ملي جلستها في الدار انا من طبعي كان غير، وهذا الشيء اللي خلاني ندير هادشي. واللي زاد كملها هي فاش سمعتها اعتراف داك اللي ما يسواش. قلت لها انت واقيلا نسيتي شنو درتي، مخليه راجل غريب يشد لك في يديك ويتبسل عليك وانت مرات الراجل. الا انت نسيتي انا ما نسيتش. سمعتي يا مراتي العزيزه ومازال غتخلص ان شاء الله. هي عاوتاني كتقول لي ما مسافراش، هي ما مسافراش والمخير في حمير كركبو. خليتها كتهضر، هزيت التليفون وعيطت لنسيم حيت انا عارف نقطه الضعف ديالها هي باباها.
قلت لها الو الحاج كي داير نسيب العزيز لاباس عليك؟ المهم دوينا لاباس الحمد لله. تاع عائشه بخير عليها الحمد لله كلنا بخير. الحاج راه بغيت نقول لك غندوزو عندكم نتوما الاولين. ايوا شنو ندير؟ الحبيبه ديالي بغات تشوف والديها وقالت لي اسيني توحشاتكم. بغيت تدوي معاها هي حدايا. عطيتها التليفون قلت لها كيهضري معاه. هضرات معاه وقالت ليه باللي غنجيو وحيد توحشاتو. وانا كنموت عليها بالطعم، اما هي جالسه كتخنزر فيا وعيات تخنزر. في الاخر ضحكات شويه، مشات جمعت حويجه ومع سالات مشات كتصايب في العشاء، وانا خليتها كتصايب العشاء. مشيت دخلت لبيتها وزدت شي لعيبات مع حويجه ونقصت شي لعيبات وغطيتهم باش ما تشوفش باللي الحوايج مبدلين وما تلاحظش الفرق، وخرجت من البيت بحال حتى شي ما وقع. وجد العشاء تعشينا وشويه مشينا نرتاحوا. وصل الفجر ودنا فقنا صلينا وفطرنا، شدينا الطريق وباقين يلا قلنا بسم الله. الطريق هي نعسات. وقفت في الستاسيون درت المازوط وخديت فطور واجد وكمل الطريق وهي مازال ناعسه. الجو كان غزال ولكن ماشي بحال الغزال اللي حدايا. من بعد طريق طويله والعيا ديال السفر وصلنا مع 4 ديال العشيه لدارهم. النساء تلقاو لينا في الباب، كانت هذه اول مره نزورهم من بعد زواجنا، حيت هما اللي كانوا كيجيو عندنا. مرحبا بينا واستقبلونا احسن استقبال. دخلنا ريحنا ارتاحنا مزيان. عايشه كانت غير ساكته وكتفرج في انا وباها. شنو كنقولوا؟ ملي دخلنا وحنا كنهضروا غير بجوج. شويه ناضت هي والوالديها مشاو للكوزينه كيصايبوا في العشاء، وبقينا انا والحاج كنهضروا على الخدمه والبيع والشراء وكيف غادي الوقت. بقينا هضرين حتى وجد العشاء تعشينا ضحكنا فوق وجهنا. جا الوقت اللي كنت كنتسناه مني شدينا الطريق. الحاج ناض ويقول لنا تصبحوا على خير وليداتي، خليكم نمشي نرتاح راني عيان شويه. الحاجه حتى هي كذلك كانت سيره وليداتي ترتاحوا، راني وجدت لكم بيتكم فين ترتاحوا. مشات الحاجه والحاج وخلاو عائشه ما فاهمه والو. دار جيتي لقاتني مفرشخ عليها بالضحك. قالت لي علاش كتضحك؟ كنت عارف هذا الشيء وهذا الشيء علاش بغيتينا نسافر؟ قلت لي كنت عارف. وهي تمشي وخلاتني بوحديتي ودخلت للبيت ومع الصباح. وانا تابعه وكنقول ليها في خاطري حتى انا كنبغيك غير انت عاميه ما كتشوفيش. المهم دخلنا للبيت ديالها اللي كان ديالها قبل ما تتزوج بيا وتخليه. دخلنا لقيت بيتها زوين وقلت ليها بيتك زوين. المهم انا غنعس فوق الناموسيه وانت نعسي في الارض. بقات كتضحك. منين انت منين؟ انا اللي بنت، انا اللي خاصني نعس فوق الناموسيه وانت راجل غتصبر وتنعس في الارض. قلت لها شنو هو سريديله؟ هي اللي ما تكونش، يا نعس انا فوق الناموسيه وانت في الارض، يا نعس بجوج فوق الناموسيه. ويقول لي شنو هو؟ هي اللي ما تكونش. ويقول لي عرفتي شنو؟ اللعب ورقه حجر مقص واللي ربح ينعس فوقها. اجي قلتي حيت كنضحك عليها وانا نقول لها ما عرفتش بلي انا راه مزوج ببرهوشه كتقرا في الرعد، ولكن ماشي مشكل اجي نلعب واش. المهم لعبنا ربحاتني المسخوطه وخلاتني نعس في الارض وهي فرحانه حيت غتنعس في الناموسيه وانا كنت برد في داك الدس. فقنا الصباح فطرنا وخرجنا نبدلوا الجو والسيمانه كامله دازت هكا، دازت بالخف. كنا كنبداو خارجين والبنات كيبقاو يشوفوا فيا، هي ما كتحملش راسها وما كتحملش البنات يبقاو يشوفوا فيا. ما شاء الله عليا وخلاص. كانت لا شعورين كتشد ليا في دراعي وكتحاول تهضر معايا وتجبد شي موضوع تافه غير باش نبقى مركز معاها، ولكن كنت عايق بها وفي نفس الوقت فرحان حيت كتغير عليا وكتشد ليا في دراعي بحال كتقول لي انت ديالي بوحدي. نهار الاخر في دارهم جلسنا كاملين مجمعين، درنا كاسكروط وودعنا مع الحاج والحاج. الحاج كيوصي فيا ويعاود تهلاو في بعضياتكم اوليد، تهلاو في بعضياتكم. قلت لي كون هاني الحاج، راها مراتي وراني دايرها في عويناتي ما تخافش. مع سمعت هاد الكلمات حشمات مسكينه ومشات كطير للطوموبيل وركبات. الحاج والحاج بقاو كيضحكوا عليها. قلت لهم يلا بسلام عليكم ودرت عند الحاج قلت لي الحاج يلا بسلام عليك وعندك تنسى داكشي اللي اتفقنا عليه. رد عليا ما تخافش يا ولدي كما اتفقنا كون هاني. صافي شدينا الطريق لدارنا وحتى تما كنبقاو سيمانه معاها وحنا شادين الطريق حتى سولاتني شنو قلتي لبابا وعلاش اتفقتي معاه. جاوبتها وانت مالك سوقك هذاك سوق الرجال، عيالات ما عندهم ما يديروا به. نقزت سوقي وبغيت نعرف، كانت بغات تعرف اي طريقه. عجبني الحال حيت راسها ضرها وقلت ليها دابا سكتي راني ساي تنوصلوا ونقول لك. ولكن هي كيف العاده باغا تعرف اي طريقه راسها قاسه. نقزات وقالت لي لا دابا غادي تقول لي وبغيت نعرف دابا.
وقفت الطوموبيله في جنب الطريق ودرت عندها. اخر مره تغوتي عليا وانا سايق، واللي بيني وبين باك ماشي سوق بنتي. دابا جلسي وسكتينا تنوصلوا. ديك الساعه ما بقات زادت حتى كلمه، الطريق كامله انا ساكت وهي مدوره وجهها للجهه الاخرى وساكته. شويه تقررنا بجوج نهضروا في نفس الوقت. مع قلت ليها اسمحي لي، حتى هي في نفس الوقت قالت لي اسمح لي. داكشي ديال الرومانسيه. قالت لي لا انا الاولى اسمح لي، ما قصدتش نغوت عليك. قلت لها اسمح لي حتى انت، انا ما قصدتش نقلق كسري ديالها. المهم وصلنا مع الطنيب، حيت كنت جاي غير ب70. درتها بالعاني باش ندوز انا وياها اكبر وقت ممكن في الطريق. هي نعسات في الطريق اذا ما تحققتش الامنيه، ولكن مع وصلنا ما بغيتش نفيقها. هزيتها بين يدي وحطيتها في بيتي ورجعت نجيب الحوايج. جبت الحوايج ورجعت لقيتها مكمشه بحال العاده. غطيتها وخرجت عند الوالد والوالده اللي بقاو كيتسناو فينا واخا وصلنا معطلين. هضرنا شويه وجمعنا. دخلت لبيتي نعس فوق الناموسيه، وهاد المره ما لعبناش حجره وورقه مقص. ولكن هي خليتها في الطاس كتبرد. صباح الصباح فقط كتكسل بشويه وكدير دوك الاصوات ديالها بحال شي مشة. شفت فيها وقلت ليها تصيدت فيك، انا قالوا لي صوتك حنين وغزال وزوين، ولكن لقيت راسي مزوج بقطه. ويلا نوضي راه الوالده كتسنى فيك. ناضت لبسات وبدلات ووصلت عليا للصالون اللي كان عامر بولاد عمي. جاو يباركوا ليا حيت ما حضروش في العرس. مع داخله مع الوالده بدات كتصلي على النبي. انت ولا انت اللي كتسمعني حتى انت بغيتك تصلي على النبي؟ دابا مزيان ملي صليت على النبي. يلا اجي نكملوا. المهم كانت غزاله بداك القفطه اللي لابسه، ولكن ما هزات راسها حتى لقاتني كنخنزر فيها. ومع التلفاس اللي مات على الوالده ونسات الوالد. كنت معصب عليها حيت ما مغطيش شعرها. عيطت ليها اجي بغيت نقول لك شي حاجه، ومشيت لبيتي حتى وصلت عليا وعارفه راسك حلات وعارفه راسك شنو دارت. قلت لها واش انت مريضه ولا خارج لامك العقل؟ علاش داخله عند الرجال بلا حشمه بلا حياه وشعرك معري من الفوق؟ قالت لي انا ما كنتش عارفه باللي كاين البراني من غير باك وامك. قلت لها لا قصدي ولا ما تقصديش، ديما خاص يكون فولارك فوق راسك. انا اللي عندي الحق نشوف شعرك، وانا الوحيد اللي عندي الحق نشوفك مزوقه وزوينه. وعاود تاني هنا غادا تجبد نفس الكلام ديال ديما. فاش قالت لي وخديجه نسيتيها ونسيتي كلامك ليا اللي ديما كتقول لي ما عمرك تبغيني والبنات اللي بحالي ما كيعجبوكش. ما كنت ناقض مع راسك، ما بقيتش فاهمه والو. رديت عليها بصح انت ما كتعجبينيش، انت كتحمقيني، انت كتخليني نغير عليك ونتعصب، وفي لحظه واحده شي تقدري تضحكي لي. كل حاجه فيك كتخليني بلا عقل. مازال كندوي حتى سمعت اختي سعاد كتعيط ليا. قلت ليها مهم من بعد نكملوا. وغطي شعرك ونقصي من هذا الزواق، ويا ويلك يا ويلك تهضري مع شي راجل واخا يكون اللي كان. وديك الساعه خرجت وخليتها صايبات حالتها وحيدات عليها الزوق وخرجت فرحانه وكتضحك. داز داك النهار زوين مع العائله، كلشي ضاحك وكلشي ناشط وفرحان. والوالده بدات كتعاود ليهم على الطفوله ديالي كيفاش دوزتها. تعشينا مجموعين، ولاد عمي باركوا ليا وعطاونا الكادوات ومشاو. وخرجت انا وياها للجرده على برا وبقينا كندويو. قلت لك ما تهضري مع حتى واحد، واش قلتها ولا ما قلتهاش؟ بقات كتضحك في الوقت اللي انا داوي من نيتي. وقالت لي قلتيها ولكن ما قدرتش نبقى ساكته وكلشي كيهضر، ولا ما هضرش غادي يقولوا غير جاود تزوج معقده. جاوبتها وانت مالك، يقولوا اللي بغاو، انا مزوج معقده وعاجبني الحال، هما مالهم؟ ردات عليا وهذا الشيء بزاف على الغيره. راه عائلتك هذيك، هي دابا ولاد عمامي ما نهضرش معاهم ياك؟ اباوي ولاد عمامك كانوا ولاد عمامك قبل ما تكوني مراتي العزيزه. دابا انت عندك الحق تهضري مع خوتك وعمامك خوالك فقط، مراتي الكبيده. المهم فاش نرجعوا للدار فكريني باش نعطيك لا ليست ديال شنو ديري وشنو اللي ما ديريش. ودابا يلاه الناس انت كتنقز وكتقول لي راك مزوج بمراه حره ماشي بخدامه اللي قلتي ليها خاصها ديرو. قلت ليها ما بغيتيش تزيدي قدامي ياك، واش ضروري ندير شرايط ديال تقادي؟ مستوعبات الامر حتى لقاتني هزيتها وهربت بها للبيت. المهم غير وصلنا للبيت فرشنا ونعسنا، طحنا كوما ما عقلتش على راسي انا بعدا حتى للصباح.
الصباح مني فقنا خرجنا باش نفطر مجموعين. خليتها هي في البيت كتقاد وكتلبس. عاد وصلات عليا، بقيت كنشوف فيها وكنحاول نشوف واش مقلقه ولا لا من الكلام اللي قلت ليها البارح. المهم فطرنا مجموعين وجمعنا وضحكنا كاملين كيف ديما، وانا في نفس الوقت كنشوف فيها كيفاش كتهضر وكيفاش كتضحك، وكان عليا من الضروري خرجها اليوم من الدار وما نرجعو انا وياها حتى الليل. وفي نفس الوقت حمدت الله انها نسات شنو هو اليوم. قلت للوالده ما تسنيناش الغداء انا وعايشه، ولكن عايشه في نفس الوقت قالت لي انا ما بغيتش نخرج، وقالت لي بانها بغات تبقى مع اختي سعاد وحتى الغدا وعاد نخرجوا. خليتها تا سالت كلامها وقلت لها لبسي حوايجك وانا في الطوموبيله كنتسناك. خرجت وخليتها كتشوف شي نص ساعه وانا كنتسناها، عاد خرجت عندي. من بعد بانت لي جايه مزوقه، ولكن ما وصلت عندي حتى لقاتني هبطت من الطوموبيل وشديتها من يديها ورجعتها للدار. وقلت لها لا واش ما عليك حكام، راكي مزوجه زعما، حيدي عليا هاد الزمر اللي لابسه ومسحي لي ديك الكماره، ولا باغي الرجال يتبسلوا عليك وانا معاك؟ واش ما كنبانش ليك راجل ولا شنو؟ عرفتي شنو، من اليوم ما كاين غير الجلالب، الدجن والكسا والقصار غير نسيهم عليك. وهي تقول لي بلي ما عندها جلالب وما جابت معاها والو، ولكن كل شيء عنده الحل. عيطت على اختي سعاد وقلت لها نجيب كاع الجلالب اللي عندها، وخليتها هي اللي تختار ليها شي جلابه اللي تجيها زوينه، حيت اختي سعاد ما شاء الله عليها عندها جلالب زوينين وكتعرف تختار. من بعد هبطت وقلت لها 5 دقائق تكوني في الطوموبيل. شديت التليفون وبديت كنحسب ليها في الوقت، حتى كتبان لي جايه عندي وانا نتصدم. جاي لابسه جلابه في الحمر وفولار في نفس اللون ديال الجلابه والسباطالو. داك النهار ما خلينا حتى كنت ما مشيناش ليه، درنا المدينه كامله. واحد شويه مشينا قصدنا واحد الجبه وجلسنا تما، بقينا كنهضروا وكنتحاوروا بحال كاع اللي مزوجين. واحد شويه نقص وقلت لها داز النهار زوين مع كسري ديالها، ودابا يلا نرجعوا رعيت وبغيت الناس بصراحه. ولكن اليوم وعلى عكس العاده طلباتني باش نبقاو شويه مازال، وخصوصا فاش الوالده ما غاداش تكون، حيت على ما اظن وعلى ما قالت هي انهم مشاو لشي عرس. قلت لها واه فراسي، ولكن انا رعيت، واش ما بقاش فيك راجلك والحبيب ديالك؟ مسكينه تزنكات وحشمات خلاتني ومشات كتجري للطوموبيل. بقيت كنضحك، كتعجبني فاش كتلف وما كتلقى ما دير. رجعنا للدار وكانوا كاع الضوء مطفيين على غير العاده، وهي تقول لي شتي؟ قلت لك راه الدار خاويه وتا واحد ما كاين. ولا ما كان تا واحد، انا راه كاين واقيلا، ولا ما معمرش لك العين ولا شنو؟ بدات كتضحك وقالت لي لا معمر لي البانكرياس، زيد قدامي، زيد وحل عليا الباب زيد. وانا نقول لها ما البانكرياس حتى هو زوين، المهم ما عمر شي حاجه. المهم جبت سوارتاتي وفتحت الباب ديال الدار، مع الدخلات تشعل الضو بالخلعه. هي تخبات ورايا وبقات شاداني من داري وانا كنموت على الدار. وانا نقول لها والهبيله طلقي مني، راك شوهتينا قدام عباد الله. غير سمعت ديك عباد الله هما يتحلوا ليها العينين، وقلت لقى العائله ديالي وديالها مجموعين في الجرده، والجرده كانت مقاده ومستشفى وعامره طبالي وكراسه، وكل طبله بالورد ديالها. عايشه ما فهمت حتى حاجه، بقات مصدومه وحل عينيها، حتى كلمه بغات تخرج ليها، بقات غير كتشوف وكل شيء كيتصفق ليها بديك اللحظه، وكلهم كيباركوا لينا كاملين وهي باقا مصدومه وما فاهمه والو. شفت فيها وقلت ليها بحال اليوم كان عرسنا، واليوم كملنا عام وحنا مزوجين. ما بغيتش هذا النهار يدوز عادي عندنا، وهذه هي الهضره اللي دويت فيها انا والحاج، وتبقى راسك دارك داك النهار. ولكن هي بقات غير ساكته ما قالت حتى كلمه. قلت ليها قولي شي حاجه، ما تبقيش غير ساكته، ولا عرفتي شنو، انا غندوي في بلاصتك انت غتبقاي ساكته. المهم الوالد والوالده، الحاج والحاجه، وكاع اللي هنا بغيتكم تسمعوني، وخاصكم تعرفوا هذا الكلام. واللي خاصكم تعرفوه هو واحد الحاجه، واللي هي من النهار الاول ما كنتش باغي هذا الزواج، ما كنتش حامل نتزوج زواج تقليدي، وما كنتش حامل يزوجوني والدي وهما اللي اختاروا ليا.
ما كنتش باغي نتزوج وحدها ما كنعرف ليها والو سوى سميتها، ولكن نهار على نهار بديت كنعرف بلي الزواج التقليدي ماشي كله خايب، الى ربي لقاك بناس طيبين بحال هادو. نهار على نهار عائشة بدات كتدخل لعقلي وبدات كتدخل لقلبي بهضرتها وكلامها وتصرفاتها وجات التفكير ديالها، فيها كاع اللي كنت كنتمنى يكون في مرتي: التربيه والحشمه والاحترام والحداقه وبنت الاصل من الفوق. ما عندي ما نقول، واخا في الصراحه دوزت عليها بزاف ما عمرها نقصات مني ولا قلات من احترامي، ونهار على نهار كانت تصدم فيها وبديت كنبغيها. ما عرفتش نهارش ولا كيفاش، المهم انا دابا كنبغيها، ودابا نتوما كاملين بغيتكم تعرفوا بلي انا دابا كنبغيها. واخا ما تكونش هي كتبغيني، ولكن انا عمري نفرط فيها وكنحمد الله حيت لقاني بيها. فاش كلشي سمع ليا وسمع كلامي ولا كلشي كيتسنى في عائشه اش غتقول حتى هي، ولكن هي حشمانه حتى كلمه ما قدرت تقولها، ولكن في عينيها شفت شنو غتكون قالت، والنظرات ديالها كتقول حتى انا كنبغيك، واخا ما سمعتهاش من فمها حيت هي بالطبع ديالها حشوميه. واحد شويه تتشجعات وحيدات يجي الباب الخوف والحشمه وقالت ليهم حتى انا كنبغي وحتى انا كنشكر ربي حيت لاقاني بيه. وهي تهز عينيها وشافت فيا وقالت لي الله يسامح عليك ابو راس على داك الشيء اللي درتي. ديك الساعه كلشي بدا كيضحك وكلشي فرحان. دازت الحفله كيف بغيتها تكون، مشينا لبسنا وهبطنا وهما وجدوا لينا واحد الكيكه يا سلام كلينا حنا كاملين. دوزنا وقت زوين ومن هذا النهار بدينا حياه جديده عامره حب انا والسريديله ديالي. اما واحد الجوج المجرمين ديال الوالد والحاج سمعتهم وبديناتي فرحانين بالانتصار للحق. واحد الوالد قال الحاج اكيد جيتك الحاج مازال كنعرف الخطه ديالك. نقز النسيب قال ليه اسيدي ما عندي ما نسالك، ما مشيتي حتى زوجتي ولاو كيبغيو عطيات هما الفوق. حتى كنسمع الوالده كتعيط للوالد. الوالد شد على القفقافه بحال عيطات ليه الميريكان. هذا غير كركب ليا النسيب وقال لي يلاه نسيبي تصبح على خير. الحاجه كتعيط. اليوم نبات في الجردة انا ويا كنسيبي الا ما مشيتش دابا وفضل اللحظه. وتا انا دابا غنخليكم تهلاو ليا في راسكم. السريدي لا كتعيط ليا ولما جاوبتاش غنولي مونس الوالد ونسيب في الجردة. وانتوما ما تخافوش الا درتوا لي واحد لابوني وفرحتوني ما غاديش تباتوا في الجردة. وانا كنكون وصلنا للنهايه ديال القصه، فما تنساش تخلي لي الراي ديالك في التعليق بخصوص القصص الجايين، واش تبغيوهم بهذه الطريقه اجزاء ولا يكونوا جزء واحد. المهم التعليق ديالك والراي ديالك كيهمني بزاف. ودابا غنقول لكم تهلاو في راسكم حتى القصص الجايه ان شاء الله، وتمك موعدنا. تهلاو ليا في راسكم.